لكل الناس اللي اتفرجت على ماتش مصر والكونغو، نركز بالله عليكم. وحرفيا الحمد لله ان احنا خرجنا بجد. ده المكسب الوحيد النهارده، ان احنا خرجنا بجد. الحمد لله، الحمد لله يا رب على حرقة الدم اللي بتحصل دي، وعلى هبل الاختيارات. ايه يا عم اختيارات الكوسة دي يا عم؟ ايه يا عم مختار ناس ما بتلعبش في انديتها، مختار ناس بالكوسة، بتلعب ناس بالهبل. بايه يا عم؟ ده اقسم بالله اول واحد يشيل سبب شكل المنتخب وهزيمة المنتخب وقرف المنتخب هو كابتن فيتوريا طبعا. ايه يا عم القرف ده يا عم؟ ايه الاختيارات دي يا عم؟ انا مش قادر اتخيل ان ده شكل خط نص فريقنا يعني. ده ايه النص ده؟ نني انا اكتشفت حاجة بس عايز اقولها لك. انت يا نني لا بتعرف تلعب 6 ولا بتعرف تلعب 8 ولا بتعرف تلعب اصلا يا نني. يا نني انت بني ادم طيب وجميل، ابني جامع، اعمل تحفيظ قرآن يا نني، اعمل حاجة مفيدة يا نني غير الكورة. انت بني ادم محترم يا عم، وعلى عيننا وعلى راسنا يا عم. ايه يا عم القرف ده يا عم؟ ايه شكل المنتخب ده يا جدعان؟ 3 في خط النص، ال3 بيدافعوا. امال الكرة هتطلع قدام ازاي؟ هنلعب من القلب ازاي يا جماعة؟ هنلعب كور من القلب ازاي؟ هنلعب من الولنجات بس ونرفع بلالين، بنرفع بلالين، ده بس اللي بنعمله. مفيش حد عارف يقوم بدور امام عاشور، مفيش حد عارف يلعب كرة من النص. يا نهار اسود، ما بدأتش ليه يا عم بلاشين يا عم؟ ما بدأتش ليه بيه؟ ومين محمود حمادة ولا بتنجان؟ محمود حمادة ده يا جماعة من لعيبة البنك الأهلي، تمام؟ محمود حمادة انت تيلر يا محمود، انت صراف بتعد فلوس يا محمود. ممكن انت عليك تارجت طيب يا ابني؟ ممكن تفهمني ايه اللي حصل؟ يعني لما الكرة جات لك الأولى دي اللي بقيت أنا ما شفتش الاستلامة، يعني أنا ما شفت، مش فاهم دي ايه الاستلامة دي، وقمت لافف وعامل واحدة. أنا حسيتك راجع للدفاع ولا أنا مش فاهم ايه اللي حصل؟ ايه يا محمود؟ انت لازم عشان تشوط تاخد توكن، تاخد رقم. هو ده مش رقمك يا محمود عشان تشوط؟ انا مش فاهم يا حماده. يا حماده، يا حماده انت لعبت واحده المدافع بتاعنا خليته يقوم شايط، هو يعني يا دوب لمس رجل الواد التاني، اتحسبها دينجرس بلاي، قام مديله الانذار التاني وقام مطرود. لا يا حماده، لا يا حماده. تريزيجيه يا ابني انت ايه مشكلتك في الحياه يا ابني؟ يا فهمني يا ابني، هو انت ليه حلو بس اما بتنزل من على الدكه؟ ليه انت بس حلو لما بتنزل بديل بس؟ ليه فرصه كامله اهي، الظروف بتخدمك اهي، العب بقى ماتش كويس بقى. لا يا جماعه، انا ما اتعودتش العب من اول الماتش، سوري. انا بنزل من على الدكه تألق، انا طلعني ونزلني تاني. ما تلعب يا اسطى، ما تلعب، فرصه اهي، فرصه انك تلعب ماتش كامل حلو ونضيف. كابتن مصطفى محمد اللي بيقلش كرة كده في اول الماتش، اللي هي كان عايز ياخدها مره واحده برجليه خبطت في بعض وبتاع، وجميل الحمد لله ان هي ما جاتش، لان في واد ترينر كده في مصري بيدربه، انا مش فاكر اسمه، هيذل ميتين ابونا لو الكرة دي كانت جت. هيقول لك ده انا مدربه عليها من ايام السبتيه، ده انا لولا انا كان المنحنى. انا مش عارف، انا حمدت ربنا والله. انا متاكد اصلا لما مصطفى محمد شاط ضربه الجزاء وشاطها في السوكه كده كانت حلوه فشخ الصراحه، قلت الواد ده اكيد ده بيحضر فيديو ضربات جزاء مصطفى محمد شاهد قبل الحذف. ما احنا مش هنخلص، ما احنا زيزو هيجيلك فرصه ايه حلوه اكتر من كده؟ المظلوم بسبب ان صلاح بيلعب مكانه، المظلوم بسبب ان مش عارف ايه. يا جماعه جاتلك فرصه اهي يا حبيب قلبي، انت عملت واحده بس مش هو ده اللي احنا منتظرينه برضو يا جماعه.
انا زهقت والله العظيم، انا زهقت. انا بشجع مانشستر يونايتد والمنتخب وبرشلونه. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح يا جماعه، الواحد قلبه وجعه. انا شعري بيض يا جماعه من الجناب. انا مش فاهم في ايه، في ايه بجد. النني التاني بتاع خط النص كابتن مروان، المدافعين صرف، حمدي فتحي، كابتن جاباسكي. انا مش هشوط ضربة جزاء الا لما تبعتولي حوت. يا اسطى الازازة مالها، في ايه، في ايه في الازازة؟ فهمني بس عشان ابقى انا قاري الماتش وفاهم تفكيرك. فهمني ايه اللي حصل في موضوع الازازة، مالها المرة دي؟ كل ضربات الجزاء بتترمي على ايديك اليمين، كلها بتترمي على ايديك اليمين. الضربة الوحيدة اللي اتشطت على ايديك اليمين قمت واقف وقمت رايح بعد ما اتشط بقى، اللي هو سلام عليكم. ايه يا اسطى في ايه؟ وبتشوط ليه؟ بتشوط ليه ضربة جزاء ما كان لاشين لسه ما شاطش؟ بتخترع ليه يا اسطى؟ بتخترع ليه؟ بجد بتشوط ليه؟ انت ليه؟ انت فكرتني اقسم بالله بدخية لما كنا بنلعب 11 ضربة جزاء اتشطوا عليه كلهم دخلوا، وقام شايط واحدة قام هو اللي مضيعها وخسرنا. محمد يا صلاح تقرا له خبر النهارده ان صلاح بدأ يتعافى بجد، وانه بدأ انه ايه يعني يرجع بقى علشان يرجع للمنتخب. وفر تمن التيكت يا ابن خالتي، وفر تمن التيكت بجد. ما تجيش يا صلاح، خلاص ما تجيش، خليك انت بقى هناك، خليك هناك. شوف كلوب بقى، يعني لو عايز تأزره بقى وتشوف احزانه، شوف انت عايز تعمل ايه. منتخب لا ليه شكل ولا طعم ولا لون. انا مش عندي ميه دي ولا ايه دي؟ انا مش فاهم ايه منتخب الاو 2 ده. انا مش فاهم ايه ده، ايه ده يا منتخب ده يا رب. انا كل اللي مضايقني ان انا عندي شغل الصبح بدري، اقسم بالله الساعه عندي 4، يعني حتى هروح بكره متاخر بسبب. ولا حجازي، يا حجازي جاي لك واحده على الدماغ يا حجازي في اول الماتش. انت والجون يا حجازي ايه؟ اوه ايه ده يا عم؟ الكره على دماغك يا حجازي، مدبني يا حجازي. فوق كابتن عبد المنعم. يا اسطى يا اسطى انت اعلى من الناس كلها يا اسطى، يا اسطى انت احسن مننا كلنا. انت عندك 4 رجول، انت اخطبوط يا اسطى. يا اسطى انا على ابو اللي فاهمك انك لاعب فشيخ. بحمد ربنا اننا ما صعدناش، عشان كنت عارف ان احنا هنقابل السنغال في يوم من الايام. يا نهار اسود، تخيل بس كده معايا، تخيل ان المنتخب ده كان بيقابل السنغال. يا جماعه احنا ما كناش هنصعد اي ماتش الا بالتعادل وضربات الجزاء. والله العظيم قبل الماتش ما يخلص، قبل الماتش قصدي ما يبدا، والله قايل لكل صحيح احنا هنتعادل يا جماعه وهنلعب ضربات جزاء وازازه ابو جبل. انا عامل فيديو امبارح على فكره على الموضوع ده، تقدر تشوف قايل الكلام ده. في النهايه احب اقول لك وده بسر الدعاء والسجده، والحمد لله ان احنا خسرنا عشان نركز في حياتنا شويه، واللي عنده حاجه عشان حماده يروح يعني يلحق يجيب التارجت بتاع الشهر. فبالتوفيق يا جماعه، ولو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب وخلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا لكم يا جماعه، سلام.